بتبدأ الحكاية بعيلة ويلب، وكانوا ساكنين في بيت قديم وعندهم ولد اسمه تن وبنت اسمها جين وتوأم اسمهم بارنبي. ووقتها الأب والأم كانوا عمالين ياكلوا لوحدهم وسايبين الأطفال جعانين بره، فبيدخل تيم عليهم عشان يطلب منهم أكل في الوقت اللي جيم بتدخل من وراهم وبتاخد الأكل من غير ما يحسوا. بس وقتها بيتهموا تيم إن هو اللي سرقه، وطبعا تيم كان دوره إن هو يحمي إخواته من أهله المتوحشين، فبابا وقتها بياخده وبيحبسه في البدروم لوحده. وتيم كان بيحسب عدد الأيام اللي اتحبس فيها في الأوضة، ووقت ما كان في البدروم وقع في إيده كتاب عن تاريخ العيلة، وبيلاقي إن العيلة دي كانت ناجحة وكانوا كلهم بيحبوا بعض، واللي كانوا في كل الصور رجالة العيلة مربيين شنب كبير مميز. فتيم بيقرر ساعتها إن هو يرجع للعيلة دي أمجادها من تاني. وفي نفس الوقت ده بيوصل صندوق قدام بيتهم، ولما التوأم بيشوفوه بيروحوا بسرعة عشان يبلغوا جيم، فبتفضل تبص عليه وبعدها بتنزل عشان تشوف ايه اللي جواه، بس طبعا كانوا خايفين يفتحوه. واول لما فتحته وشافت اللي فيه بتصرخ جامد لدرجة ان اخوها تيم بيقوم من صوتها مفزوع وبيتسحب من البدروم وبيطلع منه وبيروح يشوف فيه ايه والصوت ده جاي منين. فاخواته وقتها بيوروا له اللي لقوه في الصندوق، وكانت طفلة صغيرة وعاملة دوشة، فبيفضلوا يسكتوا فيها عشان أهلهم ما يسمعوهاش. بس الطفلة بتفضل تتشقلب لحد ما بتوصل عند أهلهم، ووقتها أهلهم كانوا مستغربين الطفلة دي، وبسبب الإزعاج اللي هي عاملاه أهلهم طردوهم وكمان ادوهم الطفلة دي معاهم. فتيم بيقول لهم إحنا لازم نتخلص منها عشان نحاول نرجع البيت تاني، بس جيم كان عندها رأي تاني وبتقول لهم إن هي عندها مكان تاني وعاملة خطة عشان يعيشوا بعيد عن أهلهم. وبعدها بتاخد إخواتها وبيروحوا عند مصنع حلويات، وده طبعا عشان يدوا الطفلة دي لصاحب المصنع، وكلهم كانوا موافقين بكده إلا تيم كان رافض الفكرة. وأول لما خرج صاحب المصنع جريوا كلهم بسرعة وسابوا الطفلة قدام الباب، وصاحب المصنع وقتها قرر ان هو يربيها واخدها ودخل بيها للمصنع بتاعه. وتيم وجيم كانوا شايفين اللي حصل كله وقالوا ان راجل زي ده اكيد عنده بيت جميل وكبير، ووقتها بيتمنوا ان هم يكونوا ايتام ويروحوا يعيشوا معاه زي الطفلة اللي هو خدها. بس جيم قالت لهم ازاي هنبقى ايتام واهلنا عايشين؟ فجيم وقتها بيجي لها خطة جديدة وبتقول لهم تعالوا ورايا، وبيروحوا المكتب سفر، وكانت خطتها ان هي تسفر اهلها حوالين العالم ويحاولوا يخلصوا منهم أثناء الرحلة دي. فتيم بيعجبوا الفكرة جدا، ولما بيرجعوا البيت بيبدأوا إن هم يخططوا عشان يعرفوا يخلصوا منهم بسرعة، وبدأوا يقدموا اقتراحاتهم وقالوا إن ممكن مثلا يسفروهم لبركان وينفجر بيهم، أو يودوهم لبحر ويخلوا القروش تهجم عليهم، أو يطلعوهم على جبل الهلاك المميت اللي في سويسرا، أو ممكن يعملوا كل الحاجات دي مع بعض. وفعلا عملوا كده وضموها في كتيب للرحلات، وكمان بيكتبوا إن ممنوع اصطحاب الأطفال. وبعدها ودوا الكتيب ده لأهلهم اللي أول ما بيشوفوه بتعجبهم الفكرة جدا، وخصوصا إن مكتوب مفيش اصطحاب أطفال. وبعدها بيختاروا أرخص مربية عشان تيجي تقعد معاهم أثناء ما هم يسافروا. وفعلا بعدها الأطفال بيكونوا فرحانين جدا لأن خطتهم نجحت، وكده خلاص هيتخلصوا من أهلهم، وبيفضلوا يرقصوا وينبسطوا ورموا صور أهلهم في البدروم، وكلهم كانوا جعانين. بس تيم ما بيلاقيش غير كابوريا كبيرة وكانوا كلهم ما بيحبوهاش، فقرروا ساعتها إن هم يروحوا لصاحب مصنع الحلويات تاني. بس في نفس الوقت المربية الجديدة كانت وصلت، وجيم كانت فرحانة جدا بالمربية دي على عكس باقي اخواتها، وخدتها وفرجتها على المكتبة اللي اخواتها بيحبوا يقضوا وقتهم فيها. وبتتفاجئ المربية إن البيت مليان اختراعات كتير، والتوأم هم اللي كانوا بيعملوا كل ده، وعشان ما تتلخبطش فيهم سمتهم بارنابي ايه وبارنابي بي. وبعدها بتعمل لهم أكل علشان كانوا جعانين، وتيم كان متضايق وواقف بيبص عليهم من بعيد. فالمربية بتسأل اخواته وبتقول لهم هو زعلان كده ليه؟ فجيم بتقول لها لان انت جيتي واخدتي مكانه، وده لان هو الوحيد اللي كان بيهتم بينا. فعلى طول المربية راحت وجابت تيم بالعافية علشان تخليه ياكل هو كمان، ولما بيرفض وبيرمي الاكل بتقرر ان هي تعاقبه، بس بتتفاجئ بعدها ان اهله كانوا بيعاقبوه بالحبس في البدروم، وبتقول ان هي ما كانتش هتعمل كده وكانت هتعاقبه عقاب بسيط. فبيبداوا يحكوا لها قصتهم مع اهلهم، وكمان حكوا لها قصة الطفلة اللي هم لقوها. فبعدها على طول بتاخدهم وبتطلع على مصنع الحلويات، وبتقابل صاحب المصنع هناك وطلع ان اسمه ميلانوف. ولما دخلهم للمصنع لقوا ان الطفلة عمالة تاكل في الحلويات، فالمربية بتمسكها وبتأكلها اكل صحي.
فميلانوف بيبدأ يتكلم معاها وبيقول لها إنه كان وحيد، ولما صدق لقى الطفلة دي وبيطلب منها إن هي تسيبها عايشة معاه وما تاخدهاش. فالمربية بتقوله مع إن المكان ده مش مخصص للأطفال، وبرضه ما ينفعش إن أنت تخليها عايشة بس على أكل الحلويات، بس ماشي خليها معاك، ولو احتجت أي مساعدة مني هتلاقيني موجودة على طول. ومن ناحية تانية بنروح لأهلهم في الرحلة، وبيكونوا عدوا بكل الخطط اللي الولاد عملوها، بس للأسف برضو ما حصلهمش أي حاجة. وتيم كان بدأ يتغير وكان مبسوط باليوم اللي قضوه مع المربية بتاعتهم، ولما بيمسك تليفون المربية بيعرف إن أهله لسه عايشين، وكمان كانوا بيقولوا في الرسالة اللي بعتوها للمربية إن هم هيبيعوا البيت. فوقتها تيم بيعرف إخواته بالرسالة، وفي نفس الوقت ده كانت السمسارة اللي هتبيع البيت وصلت، وكانت جاية علشان تظبطه للناس اللي هيجوا بكرة ويتفرجوا عليه. بس بالليل تيم جات له فكرة واتصل بالشرطة وبلغ إن هم عندهم مربية شريرة في البيت. وفي اليوم اللي بعده بتيجي الناس الجديدة اللي هتتفرج على البيت، بس الأطفال كانوا مكهربين الباب علشان يخوفوهم. فتيم بعدها بيقول لإخواته إن هم نجحوا يدافعوا عن البيت. بس في اليوم اللي بعده بتوصل عيلة جديدة مكونة من بنت وولد وأبوهم وأمهم، وما بيخافوش من الكهرباء ولا ببقية المقالب اللي الأطفال عاملينها في البيت، وكمان كانوا مبسوطين من المكان وقرروا إن هما يشتروه. وبعدها المربية بتتكلم مع الأطفال وبتقول لهم إن هي زعلانة زيهم عشان البيت هيتباع، وإن هي كان كل غرضها إن هي تهتم بيهم وتاخد بالها منهم. وساعتها بتوصل الشرطة اللي كان تيم مكلمهم، فبتحاول المربية إن هي تاخد الأطفال وتهرب، بس للأسف ما بيلحقوش. والأطفال وقتها بتعرف من الشرطة إن المربية برضو كانت يتيمة، وجيم بتقول للشرطة إن المربية دي طيبة وبتهتم بيهم، بس الشرطي بيشغل لهم تسجيل المكالمة بتاع تيم، وده اللي كان بيقول فيه إن هي شريرة ومعاملتها سيئة. فالمربية أول لما بتسمع كده بتمشي مع الشرطة، وجيم بعدها بتكون متضايقة من أخوها جدا لأنه كان السبب في كل اللي حصل. ولما صوتهم بيعلى بترجع الشرطة وبياخدوهم هم كمان، وبيتم تبني الأطفال التوأم. وطول الوقت كانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون، وجيم تبنتها واحدة بتحب الموسيقى والرقص، إنما تيم بقى كان على طول بيهرب من كل عيلة بتتبناه مع إنهم برضو كانوا كويسين. وكان على طول تيم بيحلم إن هو يرجع تاني لعيلته، وبيعرف إن البيت بتاعهم اتباع وكمان اتهد. ومن ناحية تانية المربية ليندا بتقرر إن هي تسافر وتنسى الأطفال والوقت اللي قضيته معاهم، بس وهي في الطريق بترجع في كلامها لما بتشوف الطاقية بتاعت تيم واقعة على الأرض، وبتتنكر وبتدخل لتيم في دار الأيتام عشان تهربه، بس هو كان زعلان خالص ومش عايز يشوف حد. فوقتها بتبدأ تتكلم معاه وبترجع له الطاقية بتاعته، وكمان بتشجعه إن هو يهرب معاها، وبتنجح إن هي تقنعه وبتخبيه وبتعرف تخرج بيه من دار الأيتام. وأول حاجة عملوها راحوا للتوأم وجابوهم، وبعد كده راحوا لأختهم جيم، بس هي ما كانتش عايزة تروح معاهم. وأول لما أخوها تيم اتأسف لها وبدأ يتكلم معاها على طول بتوافق وبتحضنه لأنه كان وحشها جدا. وبعدها بيمشوا كلهم مع ليندا في العربية وبيروحوا لمصنع الحلويات، وبيقابلوا ميلانوف والطفلة وبيطلبوا إن هم يفضلوا معاهم. بس وقتها جالهم فكرة جديدة، وكانوا عايزين يرجعوا أهلهم علشان ما يتحسبوش من الأيتام ويقدروا يعيشوا مع ليندا. وبيبدأوا يصنعوا سوا طيارة هوا كبيرة عشان يروحوا بيها لسويسرا، وفعلا اتحركوا على جبل الهلاك اللي كان في الرحلة بتاعت أهلهم، بس المرة دي اللي طار بالمنطاد الولاد بس من غير ليندا وميلانوف. وبيعدوا على مدن وبلاد كتير في طريقهم لحد ما بيوصلوا في الآخر لسويسرا، وبيفضلوا يدوروا كتير في الجبال على أهلهم لحد ما بيشوفوا خيط مامتهم بتاع التطريز، فعلى طول بينزلوا في المكان ده وبيفضلوا ماشيين ورا الخيط لحد ما بيجيبوا آخره. وأخيرا وصلوا ولقوا باباهم ومامتهم متجمدين وولعوا نار حواليهم عشان يسيحوا التلج اللي مجمدهم، وفعلا عملوا كده وأنقذوهم. وبعدها بيعترفوا لهم بكل حاجة وبإن هم اللي عملوا الرحلة دي كلها، وقالوا لهم إن هم هيرجعوهم تاني بس بشرط إن هم يحسنوا معاملتهم معاهم. فوقتها بيعترف أهلهم إن هم كانوا غلطانين في معاملتهم ليهم، بس بيطلعوا برضو إن هم ضحكوا عليهم وبيزقوهم وبيروحوا ياخدوا المنطاد وبيطيروا هم. بس وقتها الولاد ما كانوش عارفين يعملوا إيه في البرد الشديد ده، فبيتلموا كلهم وبيحضنوا بعض علشان يتدفوا. وفي اليوم اللي بعده بتظهر طيارة وبتنزل منها الطفلة، وكان معاها المربية وميلانوف اللي كانوا متوقعين اللي هيحصل وجم عشان ينقذوهم. فبيقرر الأطفال من وقتها إن هم يعتبروا ميلانوف وليندا مامتهم وباباهم، وبيفضلوا عايشين معاهم في سعادة كأسرة واحدة زي ما طول عمرهم بيتمنوا. وخلص الفيلم لحد هنا. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.